مش كل من عمل سجق يبقى جزار. هو انت عارفة بيضيفوا له ايه؟ فول صويا ولا برغل؟ طب اللحمة نوعها ايه؟ علشان كده عملته في البيت اكبر كمية وفي اقل وقت. يلا بسرعة ندخل في الموضوع، بس قبل ما نبدأ نقول بسم الله. مكونات السجق بسيطة جدا وسهلة. بنستخدم فلفل رومي احمر وفلفل مكسيكي اللي هو المشطشط كده شوية. كمان هنستخدم راس توم، معلقة ونص من الملح، معلقة ونص من الفلفل الاسود، معلقة ونص من البابريكا، ومعلقتين كبار من الكبيبة والصيني، وبس على كده وما تضيفيش اي حاجة تانية. هنستخدم كمان اكيد لحمة. طبعا انت عارفة اللي بيبيعوا الجزار انت ما انتش عارفة هو بيضيف له ايه او ايه المكونات اللي جواه. اكيد مش هيضيف لحمة زي اللي احنا هنضيفها دي كلها لحمة. انا معايا 2 كيلو لحمه. لازم تهتمي ان اللحمه يكون فيها جزء من السمين، يعني ما تبقاش كلها لحمه حمراء. وعلشان تعملي سجق صح لازم تشتري مفرمه تكون ماركه. قلت لنفسي لازم اجيب ماركه تكون الناس كلها عارفاها. ما لقيتش احسن من صناي، ماركه ثقه ومضمونه وكلنا عارفينها. اعمل فيها مفروم وسجق وكفته رز وكل اللي انا عايزاه هتلاقوه فيها. هتلاقوها في المرشدي واسواق عبد العزيز ولولو ماركت. بس ما اضحكش عليكي، انا بحب اخد اي حاجه عليها خصم، علشان كده اشتريتها اونلاين من موقع صناي بخصم 10%. كمان التوصيل مجاني، واللي عايز يعرف جبتها ازاي كل حاجة هقولها لكم في الكومنتات. مفرمة صناي معاها 3 قطع، قطعة للفرم الخشن زي ما انتوا شايفين معايا كده، وقطعة للفرم المتوسط، والقطعة التانية للفرم الناعم اللي احنا دايما بنتحايل على الجزار نقول له افرم لنا اللحمة ديت على الوش الناعم، وهو مرة يسمع الكلام ومرة ما يعمل لناش اي حاجة. طب وعلى ايه؟ انا فرمت اللحمة هنا واتأكدت كمان ان المفرمة بتاعتي نظيفة وجميلة واللحمة بتاعتنا طالعة زي الفل. وانا بفرم اللحمة على الناعم بضيف باقي المكونات بتاعتي كلها ما عدا البهارات طبعا. يعني انا في الفرمة دي ضفت الفلفل والثوم ونزلت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. قلت يا عيني عليكي يا نشوى، ضيعتي عمرك كله وانتي بتتحايلي على الجزار يفرم لك اللحمة على الناعم. بصراحة انا مبهورة من النتيجة اللي انتوا شايفينها معايا دي. فرمة اللحمة ناعمة بطريقة حلوة جدا. ده انا لسه هعمل لكم فيها كمان كفتة الرز وتشوفوا جمالها. بعد ما خلصت بقى الكمية كلها وبقت جميلة ومتسمغة معايا كده، ابتديت في الوقت دوت ان انا اضيف كل التوابل بتاعتنا علشان اعجنها عجنة تبقى محترمة. ضفت الملح وفلفل الاسود وباقي التوابل اللي انا قلت لكم عليها، وابتديت اعجن. ولازم هنا تهتمي بالخطوه دي. انا عايزاكي التوابل كلها تمتزج مع اللحمه المفرومه وتبقى معاكي بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. ومن ضمن القطع اللي موجودة مع مفرمة صناي هي القطعة اللي بنستخدمها لحشو السجق. وعشان تحشي السجق لازم تبقي معاكي الهنج موجود ومتوفر عند الجزار، بس الافضل ان انت توصيه عليها قبليها بيوم، بيبقى نضيف وزي الفل، وبتبتدي ان انت تحشي بيه اللحمة المفرومة بكل سهولة زي ما انت شايفة كده معايا. بس مش عايزاكي تكبسي فيه لحمة كتير عشان انا عايزاه يبقى معاكي لين. عايزة اقول لكم كمان ان مفرمة صناي معاها ضمان 2 سنين، وكمان الموتور بتاعها 1600 واط، وهو ده اللي بيخليها تقدر تفرم اللحمه المفرومه زي ما انتوا شفتوا معايا قبل كده. طبعا اللي بيميز كمان مفرمه صناي انها براند مصري 100%، قطع غيار متوفره مش هتدوخي عليها خالص. وخدي بقى يا ستي المفاجاه، صناي كمان بتقدم لك المفرمه ديت بكل سهوله انك تقدري تشتريها بالتقسيط المريح زي ما انا عملت بالظبط. بعد ما بخلص الكميه كلها وبقعد اشبكها زي ما الجزار بيعمل كده، وبوزعها في اطباق الفويل زي ما انتوا شايفين معايا كده. اللهم بارك، جابت لي كميه حلوه جدا. واللي احلى من كده كمان ان انا ما وقفتش في المطبخ كتير عشان اخد وقت زي ما كنت بعمل زمان ايام ما كنت بستخدم القمع زيكم بالظبط. عايزه اقول لك ان مفرمه صناي سهل جدا ان انت تستعمليها، وكمان سهله جدا في تنظيفها. شفرتها من الستانلس ستيل يعني ضد الصدى، يعني هتعيش معاكي ولا هتصدي ولا حتى هتشتكي. وجبت الطاسه بتاعتي وتعالوا اقول لكم على بقى الطريقه الحلوه اللي انا بعملها. بضيف كوبايه الا ربع من الميه، اسيبها لحد لما تسخن كويس جدا، واضيف السجق ورشه فلفل اسود بس، واسيب السجق هنا يشرب كل الميه اللي انا ضفتها دي ويستوي ويفقد الدهون، وكمان يتحمر في نفس الدهون اللي هو بيفقدها. لو لقيتي نسبه الدهون قليله ممكن تضيفي معلقه زيت، نص معلقه سمنه، يبقى معاكي زي الفل. وهتعمليه وهتدعي لنشوتك حبيبتك دعوه حلوه من قلبك ولك بالمثل. انا كده خلصت فيديو النهارده. لو شايفين ان انا بقدم لكم محتوى هادف شجعوني بلايك كتير وشير كتير. بحبكم قد كده اهو. اشوفكم بكره ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده مع مطبخ نشوى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.